بتتكون ايه يا ولد؟ قال لي بتتكون من كأس تويج طالع متاع. اي ظاهره في العالم بتتكون من كأس تويج طالع متاع، كأس تويج طالع متاع. ايه هم كأس تويج طالع متاع؟ لو احنا مسكنا الظاهره دي، قال لك الظاهره دي اصلا بتتكون من ايه؟ من كأس تويج طالع متاع. ايه كأس تويج طالع متاع؟ الكأس الواحد اللي هي ماسكاها من تحت دي اسمها الكأس. طب التويج ده لون الظهر، لون احمر كذا اخضر، ده الظهر بتاعتها اسمها ايه؟ التويج. طيب الطالع بقى بتاع الاصفر اللي انت شايفه قدام هنا ده، اما المتاع بتاع اللي جوه. طيب ايه برضه؟ قال لك الكأس نشوف التويج نشوف الطالع. قال لك الطالع دي الاعضاء المذكره في الزهره اللي هم ايه؟ اللي هو فيه حبوب اللقاح والخيط، هتشوفهم برضه دلوقتي. تاني حاجه المتاع اللي هو اعضاء التسكير في الانثى، اعضاء التسكير في ايه؟ في الانثى اللي هو المتاع بيبقى فيه ايه؟ قلم وميسم ومبيض. حلو قوي يا مستر، دي الزهره. طب انت ما قلتليش بقى الزهره الخنثى دي؟ قال لك انت ما عندكش في الحقيقه نوع واحد من الازهار اللي هي الزهره الخنثى، انت عندك في زهره مذكره وزهره مؤنثه وزهره خنثى. طب نشرح لي واحده كده مين دول؟ قال لك انا اول حاجه اشرحها لك الزهره المذكره. ايه الزهره المذكره يا مستر؟ تعالى نرسمها. قال لك الزهره المذكره بص دي زهره مذكره يا مستر، يعني فيها اعضاء التسكير بس، اللي هو فيها الطلع بس. يبقى الزهره المذكره فيها طلع فقط، فيها ايه؟ طلع فقط، يعني ما فيهاش متاع. يعني ايه طالع فقط؟ يعني فيها خيوط وفيها حبوب لقاح. ممكن الخيط ما يبقاش موجود بس فيها خيوط وفيها حبوب لقاح. طالما فيها حبوب لقاح يبقى دي زهره مذكره. حلو يا مستر، حلو قوي. طيب ايه الزهره المؤنثه بقى وايه الزهره الخنثى؟ قال لك الزهره المؤنثه لو جينا رسمناها نفس الكلام اهو. بس بدل ما ينفعش يبقى فيها زهره مؤنثه، يبقى لازم يكون عندها اعضاء التأنيث اللي هم ايه؟ مبيض قلم ميس. مبيض قلم ايه؟ ميس. مبيض قلم ميس، يعني فيها متاع. فيها ايه؟ متاع فقط. طيب يبقى عندي زهره مذكره فيها اعضاء التسكير اللي هو الزهره المؤنثه فيها اعضاء التأنيث اللي هي المبيض والميسم والقلم، ده فيها متاع بس. الزهره الخنثى، هل الزهره الخنثى فهي عندها ايه؟ الطلع والمتاع مع بعض. الطلع والمتاع مع ايه؟ مع بعض، يعني عندها اعضاء مذكره وعندها اعضاء مؤنثه الاثنين مع بعض. طب دي نرسمها، تعالى نرسمها اهي. فيها ايه بقى؟ فيها مبيض اهوت، فيها